السؤال ديالنا اليوم: واش باغي تجيب شي سيارة كلاسيكية من الخارج، ولا عندك شي سيارة تحفة هنا وباغي تصدرها للخارج؟ مرسيدس، بيجو 504، بونتيك 627، رونو 12، دبليو 123. مركبة عمرها فوق 30 عام، لكن راه ماشي اي مركبة قديمة كلاسيكية كنحسبوها تحفة. خاصها شروط. اول حاجة تكون مصنفة حسب القانون وعندها الصفة. السؤال هو: كيفاش تكتسب الصفة ديال مركبة تحفة؟ الجواب: خاص القيام بمجموعة ديال الإجراءات، والتصنيف ديالها كتحفة كيغير كلشي: الوثائق، الرسوم الجمركية يعني ديال الديوانة، وشروط التنقل ديالها. وفي حالة مخالفة القانون من طرف المالك ديالها هناك عقوبات. العقوبات تقدر توصل حتى للحبس. بزاف الناس كيوقعوا في مشاكل ماشي بسوء نية، لكن حيت كيجهلوا القانون. في هذا الفيديو غادي نجاوبوا على 4 ديال الأسئلة بالضبط. اشنو هي المركبة الكلاسيكية حسب القانون المغربي؟ اشنو هي الوثائق المطلوبة باش تصنف المركبة كتحفة؟ كيفاش نديرو باش نستوردوها يعني او نصدروها بالشكل القانوني؟ وشنو كينتظرنا من عقوبات في حالة خالفنا القانون؟ بقاو معنا حتى لاخر الفيديو، معلومات مفيدة ما غتلقاوهاش في بلاصة اخرى. لكن قبل ما نبداو، فضلا منكم وليس امرا، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، ضغطوا على زر لايك، خليوا لنا سؤال او تعليق باش تدعموا القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو هي المركبة الكلاسيكية حسب القانون المغربي؟ المركبة الكلاسيكية في المغرب ماشي غير مركبة قديمة، يعني التاريخ ديال بداية الشروع ديال في الاستعمال ديالها قديم. القانون المغربي واضح في هذه النقطة. النص القانوني الأساسي هو قانون مدونة السير على الطرق 0552 اللي كيتكلم على المركبات المدرجة في عدة التحف، خاصة المادة 81 والمادة 82 والمادة 83 من مدونة السير، ومعه كذلك قانون حماية التراث 8022 محين بقانون 2233 ديال 2025. المادة 81 من مدونة السير على الطرق رقم 0552 حدات 4 ديال الفئات قانونية. الفئة الأولى: المركبات اللي عندها واحد الطابع تاريخي أو رمزي، كيف ما كان العمر ديالها حتى ولو كان يعني جديدة، يعني باقي جديدة ماشي زعما كاين القديمة كاع ديال. إلا توفر فيها واحد من هذه الشروط بطبيعة الحال: الشرط الأول يكون لها طابع تاريخي، يعني أن تكون المركبة مرتبطة بواحد الفترة زمنية محددة، أو كتمثل واحد التطور تكنولوجي هام في صناعة السيارات، أو تكون مركبة قليلة. الشرط الثاني: مركبة كانت ملكية ديال شخصية مشهورة وطنيا أو دوليا. والشرط الثالث: مركبة شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي. بطبيعة الحال الشرط الرابع: مركبة تكون مشات في واحد الاستعراض تاريخي رسمي. الفئة الثانية: مركبات المسابقات يعني المخصصة للسباقات، يعني المركبات اللي يكونوا مخصصين للسباقات، وبجوج شروط: إلا كانت حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى، أو لا العمر ديالها فوق 5 سنين، وتصمت وتصنعت واستعملت حصرا للمسابقات ماشي للتنقل اليومي. الفئة الثالثة: المركبات اللي العمر ديالها فوق 40 عام، بشرط يكون الطراز ديالها يعني داك النوع والموديل والتيب ديالها توقف، ما بقاش كتخدم نهائيا، وما كاينه حتى شبكه تجاريه كتامن الصيانه ديالها. يعني ما كاينش شي شركه اللي باقا كتصايب لك القطع الغيار ديالك بياس ديتاشي ديالها ما بقاوش كيتصايبوا نهائيا. انتبه مزيان لهاد النقطه، راه طاكسي المرسيدس اللي عمره 35 عام راه ماشي تحفه، لان البياس تاعو باقي متوفر في السوق. الفئه الرابعه: المركبه اللي العمر ديالها فوق 25 سنه، إذا كان بطبيعة الحال الابتكار التقني أثر في تطور صناعة السيارات، يعني الابتكار التقني ديالها هي أثر في تطور صناعة السيارات والموتوسيكل، بشرط يكون التقديم ديالها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية، والإدلاء بواحد التقرير تقني معتمد يثبت ذلك، يعني لا فيزيت تكنيك ديالها تكون يعني مثبوتة بأن راه يعني الحالة ديالها مازال أصلية كما هي في الأصل الأول ديالها كيف تصنعت. دابا غنشوفوا الشروط باش تحسب
المركبة الكلاسيكية وتصنف كتحفة. بطبيعة الحال هادشي كتحدو المادة 82 اللي وضحت لنا شروط الصلاحية. راه ما كافيش غير العمر والفئة القانونية، القانون كيشترط كذلك باش تكون المركبة صالحة للسير، مزودة بأجهزة ديالها الأصلية، محرك، نظام الامتصاص الصدمات يعني لي زامورتيسور ديالها، الفرانات والأجهزة ديال الرؤية والإنارة، وعندها شهادة تقنية بواحد الشروط اللي كتراعي الطابع ديالها التاريخي. واحد الملاحظة، المركبات اللي كتكون عبارة عن خردة يعني في حالة حطام راه ما كيسمحش القانون بالتصنيف ديالها نهائيا. وشرط أساسي آخر يعني خاص المركبة تكونش عليها شي تعديلات جوهرية، لا في الهيكل ولا في الكاروسري ولا في الفرامل في الفرانات لا في المحرك، وإلا كان خاص شي إصلاح ضروري خاص يرجع المركبة الحالة ديالها الأصلية. كيفاش كتصنف المركبة رسميا؟ كاينه واحد الفرق كيفاش كتصنف المركبة رسميا. هنا كاين فرق مهم خاصك تعرفه. المفتاح الأول هو شهادة التصنيف من الفيدرالية المغربية للسيارات العتيقة، فيدراسيون ماروكان دي فواتور أونسيان، هي الجهة الرسمية اللي كتصدر الشهادة ديال المركبة مدرجة في عدة تحف. باش تقدر تطلب هذه الشهادة خاصك تكون منخرط كعضو في الفيدرالية. تقدر يعني تقدم الطلب ديالك مباشرة عبر الموقع ديالها الإلكتروني. دير غير الفيدرالية المغربية للسيارة العتيقة، وراه عندها صفحة خاصة في فيسبوك للتوجيه والاستشارة، الفيدرالية المغربية للسيارات العتيقة. المفتاح الثاني هو التسجيل عند المركز الوطني لتسجيل السيارات نارسا التابعة لوزارة النقل. راه ماشي وزارة الثقافة اللي كتسجلها واخا كتحسب تحفة، انما وزارة النقل. ملي كتعطيها لوزارة النقل في الكارت كريز ديالها كتكتب واحد العبارة ديال مركبة مدرجة في عداد التحف في البطاقة الرمادية ديالك. طبعا الحال ملي كتصنف المركبة راه كتولي عليها واحد القيود مفروضة، وهذا الشيء اللي جابته لينا المادة 83 من مدونات يعني قانون السير، ووضحت لنا هذه القيود. التصنيف راه ماشي كارت بلونش، راه كاينه قيود واضحة من بعد تصنيف المركبة والإدراج ديالها في عدة تحف. ما يمكنش تستعملها للتنقل اليومي والأغراض التجارية. خاص المركبة تبقى داخل منطقة التسجيل ديالها والمناطق المجاورة، مثلا لا سجلتيها في الدار البيضاء تبقى في الدار البيضاء أو لا المنطقة النواحي ديال الدار البيضاء، لكن تقدر تخرج بها خارج المنطقة باش تشارك في التظاهرات، السباقات الرياضية أو تصوير الأفلام، ولكن بشرط يكون عندك تصريح مسبق من الإدارة. هذا النوع من المركبات عنده واحد الامتياز مهم، وهو من 2019 المركبات المصنفة كتحفة معفية كليا من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، يعني لافينات مبقاش كتخلصها. دابا غنشوفوا الطريقة ديال التعشير، وهذا السؤال اللي كيطرحوه الناس بزاف ديال هاد المركبات عند إدارة الجمارك. كيف كنعرفوا حسب مدونة الجمارك المركبات مصنفة لثلاثة فئات، وهذا باش يسهل التعشير ديالها وتكون العدالة جبائية. المركبات اللي عمرها أقل من سنة كتعد مركبة جديدة وكتخلص حقوق الديوانة كاملة بدون تخفيض، والمركبات اللي عمرها ما بين سنة حتى ل5 سنين عندها حقوق الديوانة كتكون تصاعدية كيف شفنا في فيديوهات سابقة. والمركبات اللي قديمة ومتوفرة فيها الشروط وعندها شهادة، يعني في الشهادة ديالها في الكارت غريز مركبة مدرجة في عدة تحف، يعني عندها ديك الشهادة ديال خاطر عندك فيدرالية يعني ديال السيارات العتيقة، عندها واحد الشهادة اللي كتعطيها لك مركبة مدرجة في عدة تحف. هنا كتكون الرسوم الجمركية ديالها يلاه 2.5%. التخفيض الكبير ماشي اوتوماتيكي، محتاج لشهادة تصنيف من عند الفيدراسيون ماروكان دي فواتور أونسيان، يعني الفيدرالية الملكية المغربية للمركبات العتيقة. ملاحظة مهمة، نارزا راه ما كتسلمش شهادة المطابقة إلا كان عمر السيارة فوق 5 سنين، باستثناء المغاربة المقيمين في الخارج اللي كيتوفروا أو اللي كتوفر فيهم شروط الامتياز، كتعطيهم نارزا شهادة المطابقة، وهكذا كيسمح لهم تسجيل السيارات يعني اللي كيوصل عمرها 10 سنين. وكذلك كيف قلنا كتقدر تعطيها في حالة إلا كانت عندك شهادة من عند لا اف ام
في ا يعني لا فيدراسيون ماروكان دي فيكول اونسيان كتعطي عليك باش كذلك تقدر يمكن لك باش تعشر السياره بداك لوطو ديال 2.5% يعني 2.5%. الوثائق باش تجيب السياره من الخارج اشنا هي؟ دونك الا بغيتي تجيب السياره من الخارج كلاسيكيه راه ماشي غادي تشريها وتركب فيها وتمجي للمغرب وتوصل للمنافذ الحدوديه وتقول لي من راه عندي سياره تحفه وخاصني نستافد من ديك 2.5% اللي كتقولوا. لا، خاصك واحد الملف كامل ومكمول. كيف غادي نشوفوه؟ وثيقه. الوثيقه الاولى هي بطبيعه الحال شهاده التعريف ديالها او شهاده الشيل ديال السياره، كارت غريز، كتجيبها من البلاد اللي شريتي منه السياره. الا كانت الكارت غريز مؤقته ناقصه فيها شي غلطه او عليها شي تشطيب، الديوانه ما كتقبلش الملف ديالك نهائيا. الوثيقه الثانيه بطاقه هويه السياره الكامله، خاصه تشتمل على الموديل بدقه، مثلا كنقولوا بونتكس 27 كوبي ديال 1926، الماركه والتيب وتاريخ الشعور في بدايه الاستعمال ديالها ورقم الشاسي واضح، ما يكونش مضروب ولا معاود ولا شي حاجه. تفهم مزيان هذه النقطه. الا كان رقم الشاسي مشطوب عليه او مغير حتى واخا ما يكونش عندك علاقه بالموضوع، راه الديوانه كتصادر السياره فورا وكتفتح بحث جنائي. الوثيقه الثالثه خاص تكون عندك الفاكتوره الاصليه صادره من بائع معتمد او دار مزاد وما يتجاوزش العمر ديالها 3 شهور من تاريخ الشراء، وتكون فيها القيمه الحقيقيه ماشي منقوصه. وهنا لابد من الاشاره بان واحد الغلطه كبيره كيوقعوا فيها بزاف الناس، كيقولوا نكتب واحد القيمه صغيره باش نخفف الرسوم. هذا اسم ديالو الغش ومخالفه جمركيه والعقوبه ديالو جنائيه، غنتكلموا عليه بالتفصيل في القسم الرابع. الوثيقه الرابعه شهاده المطابقه التقنيه، تقرير من مصلحه مرخصه كيثبت ان السياره مطابقه لمعايير السلامه المغربيه. السياره الكلاسيكيه بطبيعه الحال غالبا ما كيكونش عندها حزام الامان مزدوج وما عندهاش الكاتاليزور. هنا كيدخل يعني الدور ديال الخبير اللي كيعطيك تقرير يوضح الوضعيه بالتفصيل مع مراعاه الطابع التاريخي ديالها بطبيعه الحال. الوثيقه الخامسه شهاده تصنيف اللي دوينا عليها مركبه مدرجه في عده تحف. هذه هي الوثيقه الاهم والاكثر خصوصيه في الملف، كتصدر من الفيدراليه المغربيه للسيارات العتيقه بشرط ان تكون منخرط في الجمعيه. راه بدون هذه الشهاده الديوانه ما كتعاملش مع السياره كتحفه، وبحكم ان عمرها اكثر من 5 سنين القانون ما كيسمحش بالتعشير ديالها. الوثيقه 6 او الوثيقه السادسه شهاده نظافه الوضعيه القانونيه، يعني خاصك تثبت ان السياره ما عليهاش شي مخالفات مروريه دوليه معلقه، ما فيهاش متابعات قضائيه. هذه الوثيقه كتجيبها من الجهه الرسميه في بلد المنشأ، البلد اللي يجي منه ديك السياره. دابا غنتكلموا على الملخص ديال الخطوات، يعني من الاول ديال عمليه السياده. اول حاجه تلقى السياره، تفاوض وتطلب جمع الوثائق قبل الدفع، تعتمد الوثائق وترجمها الى لزم الامر العربيه والفرنسيه، تجيب شهاده تصنيف ديال مركبه مدرجه في عده تحف من عند لايف ام في ا، يعني الفيدراليه المغربيه للمركبات العتيقه، تعاقد مع شركه شحن بري وامن السياره تامين دولي في الميناء في طنجه او الدار البيضاء، كتقدم لي في كامل الديوانه، كتخلص الجمرك بطبيعه الحال الجمركيه المحسوبه 2.5، وكتسجل السياره عند المركز الوطني لتسجيل السيارات وزاره النقل باش يديروا ديك العباره ديال المركبه مدرجه في عده تحف بطاقه رماديه. سمعت مزيان؟ التسجيل كيكون عند وزاره النقل ماشي وزاره الثقافه، لان السياره الكلاسيكيه في اطار مدونه السير هي مركبه ذات وضع خاص ماشي تحفه فنيه بالمفهوم الثقافي، وهذا التسجيل كيحميك قانوني الا بغيتي تخرج بها للمشاركه في معارض او مسابقات او حتى نقول ملكيه ديالها مستقبلا. ملاحظه اضافيه، بعد تصنيف السياره راه ما يمكنش لها تحتفظ بديك اللوحه ديالها الاصليه، تقدر تبقى اللوحه الاماميه الاصليه للزينه فقط، يعني كجماليه. النصيحه الذهبيه، من الاحسن لك تستعن بشي ترونزيتير، يعني مؤشر جمركي، يعني اللي عنده لاغريمون اغريي وسبيسياليزي متخصص في هذا الدومين، ماشي مؤشر عادي، لان الاخطاء في هذا الملف راه تقدر تكلفك اكثر من التعشير نفسه. دابا غنشوفوا الاجراءات باش تصدر كلاسيكيه او مركبه كلاسيكيه بالقانون والوثائق اللازم، يعني باش تخرجها من المغرب تخرجها لبرا. يعني كاينه ظروف
باش تقدر تخرجها، ولكن ماشي ديما كتقدر تسمح لك الدوله باش تخرجها. يعني سيرتو المغرب كيفاش تصدر سياره كلاسيكيه بالقانون؟ عندك سياره كلاسيكيه بالمغرب، او يعني مركبه كلاسيكيه بالمغرب، او شريتيها، يعني شريتها من هنا وبغيتي تبيعها لاوروبا، الخليج او امريكا. قبل ما دير اي حاجه كاين واحد الخطوه مهمه. اول حاجه تحقق من وضعيه السياره، تاكد ان السياره ماشي مصنفه كتراث وطني محمي. اذا كانت مصنفه ممنوع التصدير ديالها نهائيا. الحظر غير قابل للنقاش ولا التفاوض، وكل محاوله تصدير كتعتبر واحد الجريمه، يعني كيعاقب عليها القانون. يعني محاوله تصدير بطريقه نوار كيعاقب عليها القانون. اذا كانت بطبيعه الحال المركبه غير مصنفه، يعني ماشي كتراث وطني، كاينه خطوات باش نقدروا نخرجوها. اول خطوه شهاده عدم التصنيف من المديريه الجهويه للثقافه، الاجل من 7 ايام حتى 15 يوم. الخطوه الثانيه تقرير خبره مفصل من خبير معتمد يتضمن وصف ديال المركبه وتاريخها، تقنيه الصنع ديالها، تقدير القيمه التجاريه والتراثيه، وراي الخبير في امكانيه التصدير. يعني يقدر واخا تكون ما مصنفاش وهذا الخبير عطى الراي ديالو بان ما خصهاش تصدر، او لا الشهاده ديال عدم التصنيف او الشهاده ديال المديريه الاقليميه ديال الجهويه قالت لك ودي لها السياره راه خصها تصنف، هنا كيقدر يتمنع يعني التصدير ديالها او البيع ديالها باش تخرج للخارج. ولكن الا خديتي ديك الشهاده والتقرير الخبير المفصل يعني اللي قال لك ودي بان راه تقدر هذه السياره تقدر تصدر، دونك هنا راه يمكن لك تباع يعني وتصدر على برا. الاجل باش كتاخذ هذه الوثائق او هذه الوثيقه عند الخبير من 5 حتى 15 يوم. الخطوه الثالثه تقديم الملف الكترونيا عند www.culture.gov.ma، الاجل يوم واحد. الخطوه الرابعه انتظار قرار اللجنه الوزاريه، وهنا لابد من نتسناو من 30 يوم حتى ل 60 يوم، اياها سيدي شهرين، وكيخاص شويه الصبر. الخطوه الخامسه ترخيص التصدير، الى وافقت اللجنه بطبيعه الحال راه كتسلم ترخيص التصدير الرسمي المسجل في السجل الوطني الرقمي، وهذا كيتعطى يعني الاجل من 1 حتى 3 ايام. الخطوه السادسه نقطه العبور الجمركي، كتقدم الترخيص مع جميع الوثائق. الى كان الملف مكتمل اجراء كيمشي في ساعات. الوثائق الاساسيه في ملف التصدير: استماره الطلب الرسمي، تقرير خبره مفصل من خبير معتمد، صوره عاليه الدقه من جميع الزوايا، يعني اكثر من 300 ديال باش تكون الصوره تكون كلير واضحه مزيان، اثبات سلسله الملكيه منين جايه الفاتوره ولا سك الملكيه ولا شهاده تسجيل كتعطي باش كنثبتوا بان راه الملكيه كيفاش، يعني اثبات السلسله ديالها، شهاده عدم التصنيف من المديريه الجهويه، الفاكتوره التجاريه مصادقه عليها بالقيمه الحقيقيه، وثيقه الشحن من ناقل رسمي معتمد، وثيقه تامين دوليه كتغطي القيمه الكامله. كاينه واحد الطريقه بان كتسمى ليكسبورتاسيون طومبورال، يعني كتسمى نظام التصدير المؤقت والعقوبات في حالة مخالفة القانون. يعني نقدروا السيارة تقدر تمشي تخرج برا تعرض في شي معرض او لا تشارك في مسابقة او لا في شي فيلم ومن بعد تعاود ترجع للمغرب، يعني تخرج من المغرب مثلا تمشي لفرنسا، يعني بحال كتقوم بمهمة ومن بعد كتعاود ترجع. هذا كيتسمى تصدير مؤقت. الا كنتي بغيتي تصدر السيارة بطريقة مؤقتة باش تشارك في معرض يعني دولي او مسابقة او تصوير فيلم، يعني ماشي البيع، هنا كيدخل كما قلنا النظام ديال الاستيراد مؤقت، لادميسيون ديال التصدير المؤقت، ليكسبورتاسيون طومبورير، بشرطين: تقديم ضمان مالي، كوسيون دوانير، قد داك تقريبا داك الحقوق ديال الديوانه ديالها، ارجاع السياره في الاجل المحدد في الوثيقه. يعني ملي كتاخذ داك ليكسبورتاسيون طومبورير راه كيتعطاك واحد الاجل خاصك ترجعها، ما تعطاوك شهر او لا شهرين او لا، الا فتي كتخلص غرامه. وكيمكن لك كذلك دير واحد الوثيقه، يعني توظيف واحد البطاقه كتسمى ديال لاطا، واحد لاكارني اطا اللي كيدار دوليا باش يسهل التنقيل ديال التحف ما بين الدول. هذا كيدار الا بغات مثلا تمشي شي معارض او شي حاجه، كاين واحد الكارني سميتو اطا. العقوبات اللي كتنتظر المخالف في حاله يعني ديال القانون ديال ملك العربه في حاله القانون. دابا وصلنا للقسم اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش وما كيتعلموش غير بعد فوات الاوان. خليني نقول لكم بصراحه تامه، هادو ماشي غرامات بسيطه،
هادو عقوبات قاسية وبزاف. غنشوفوا المستوى الأول العقوبات الجمركية الإدارية. أولا المصادرة الفورية، إلا ضبطوا السيارة بدون وثائق سليمة أو في حالة تهريب، المصادرة الفورية بموجب الفصل 239 مدونة الجمارك. كتصادر كذلك وسيلة النقل اللي استعملت عمدا في التهريب، يعني مثلا عندك الطوموبيله كانت مشارجيه في شي كاميو مثلا في كونتينر ولا شي حاجه، راه كيتصادر كلشي، الكاميو اللي هازها بالكونتينر بالطوموبيله ديالك، يعني كيف قلنا راه كلشي الشاحنه اللي هزها وماشي غير السياره كلاسيكيه. ثانيا الغرامه المضاعفه ما بين 2 مرات حتى 10 المرات اضعاف قيمه السياره المهربه. مثال عملي، سياره الثمن ديالها 150 ألف درهم، الغرامه كتقدر توصل حتى ل1,500,000 درهم، وطبعا في حاله السياره كتمشي. وإلا كان التهرب او التهريب متعمد، فاتوره ناقصه او وثائق مزوره، يعني فاتوره ناقصه فيها شي حاجه او وثائق مزوره، الغرامه راه كتضاعف. المستوى الثاني العقوبات الجنائيه. القانون 2233 ديال 2025 جاب واحد المنظومه عقابيه جديده وصارمه. الجريمه الاولى تصدير سياره مصنفه بدون ترخيص، الماده 3 من القانون 05/19، السجن من عام حتى ل5 سنين، وغرامه كتقدر توصل حتى ل500,000 درهم. وإلا كان المخالف متخصص في التحف أو موظف عام، العقوبة كتضاعف. الجريمة الثانية التهريب المنظم للسيارات الكلاسيكية، المادة 45 من القانون 2233 كتقول السجن من 3 سنين حتى ل10 سنين، وغرامة كتوصل حتى ل1,000,000 ديال الدرهم. وهنا لابد من الإشارة بأن يعني كتعتبر التهريب منظم إلا كانوا فيه 2 الناس أكثر، ولا استعملت فيه شي يعني دي زونغار مستودعات او لا شي اوراق مزوره او لا مركبات يعني خاصه، او لا اذا كانت فيه شبكه عابره للحدود. دونك 3 نقطات باش نقدروا نعرفوا بان هنا راه التهريب منظم للسيارات الكلاسيكيه. الجريمه الثالثه التقليص المتعمد في الاعلان عن القيمه، وهذه هي اللي الناس ما كيحسبوهاش جريمه. كتشري سياره 200,000 درهم وكتقول الجمارك راه غير 50,000 درهم باش شريتها. هذا الشيء سميتو غش جمركي ومخالفه جمركيه، عقوبه يعني جنائيه بصرف النظر عن طبيعه المركبه. الجريمه الرابعه العرض الرقمي بدون ترخيص. نفضل هذا الشيء ديال التطور يعني التكنولوجي وهذا الشيء ديال وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه راه بزاف الناس ما عارفيناش. جات الماده 35 من القانون 2233 وقالت لك بان لا مشيتي درتي العرض، بغيتي تبيع السياره ديالك بطريقه يعني ديال اونلاين كلاسيكيه، بغيتي تبيع سياره كلاسيكيه اونلاين يعني عبر الانترنت في الانستغرام ولا الفيسبوك ولا ايباي ولا افيتو بدون ترخيص وزاري مسبق، راه هنا عندك السجن من 6 سنين تقريبا والفوق، وغرامه كتوصل حتى ل1,000,000 ديال الدرهم. مجرد ما تنشر الاعلان يعني الجريمه كتحسب وقعت، واخا ما تمتش الصفقه. مثلا واحد قال غير اجي ندير حكا عندي شي سياره نجرب، وواخا ما تكونش عنده السياره كاع غير دار الاعلان، راه هنا الجريمه كتسمى وقعت. بالاضافه للغرامات والسجن كاين عقوبات اضافيه: سحب الترخيص التجاري نهائي لمده او لمده محدده، يعني الترخيص يعني تسحب نهائيا او لمده محدده. الحرمان من اي نشاط في القطاع الثقافي، نشر الحكم ديال الادانه في صحيفتين وطنيتين على حسابك انت، ولا كانت شركه هي المخالفه راه يمكن الحل ديالها نهائيا او التعليق ديال النشاط ديالها. باغا نشوف واحد القضيه كانت دازت في المغرب في سبتمبر 2023، قضيه حقيقيه. الديوانه شدت في ميناء طنجة المتوسطي واحد 150 قطعه اثريه مخبأه داخل شاحنه، يعني ديال واحد الشحنه كانت هازه الخضره الفواكه الفروي وغادي لاسبانيا. هاد الناس اللي حصلوا صدر فيهم الحكم، يعني كانت شبكه منظمه صدر فيهم واحد الحكم في فبراير 2024، يعني ما تعطلتش بزاف وصدر فيهم الحكم. كان السجن من 3 سنين حتى 7 سنين، يعني شي خاض 6 سنين حتى وصل اكثرهم خاض 7 سنين، والغرامه كانت عندهم تقريبا 300,000 درهم لكل واحد. وهذه راه غير مجرد قطع اثريه عاديه، وكيفاش الا كانت سياره كلاسيكيه القيمه ديالها كتكون بالملايين؟ خصنا نعرفوا بان السياره الكلاسيكيه كتكون غاليه. هنا لابد من واحد النصائح مهمه قبل الواحد ما يشري او لا قبل ما يبيع المركبه المصنفه كتحفه. قبل ما تشري طلب الوثائق اولا. البائع اللي ما عندوش وثائق واضحه راه علامه خطر. ما تنقصش القيمه في الفاكتوره من بعد الشراء،
التوفير الصغير ما يستاهلش المخاطرة بغرامات ضخمة. نخارط في جمعية بصفة عضو، يعني الجمعية ديال الفيدرالية المغربية للمركبات العتيقة، قبل ما تبدا أي إجراء سجل السيارة عند وزارة النقل في الأجال المحددة باش تدرج وضعها الخاص بالبطاقة الرمادية. تذكر بعد التصنيف خاصك تصريح مسبق باش تخرج بها خارج منطقة التسجيل ديالها. إلا بغيتي تباع إلكترونيا طلب الترخيص الوزاري قبل ما تنشر أي إعلان. استعن بترونزيتير، يعني يكون أجري مؤشر جمرك متخصص في التحف، ماشي أي مؤشر كما كان. في الختام خلاصة واحدة خاصك تاخذها من هذا الفيديو: المركبات الكلاسيكية في المغرب راه ماشي غير مركبات، هي تراث وطني متحرك. إلا كنتي داير الأمور الصح التصنيف كيجي معه حقوق وحمايات وإعفاءات، تخفيض الرسوم الجمركية جوج وإعفاء من الفينات. لكن إذا خالفتي القانون وما التزمتيش بالشروط غادي تكون عندك مسؤولية وعقوبات كبيرة. مدونة السير 0552 والقانون 2233 ديال 2025 هما الإطار القانوني الأشمل في تاريخ التشريع المغربي لهذا الميدان. والتعاون اليوم كبير ما شفناش من قبل ما بين إدارة الجمارك ووزارة النقل ووزارة الثقافة. يعني الغلطة الصغيرة اليوم كتكلف أكثر من الاستثمار في المعلومة. إلا عجبك هذا الفيديو دير لايك، وإلا عندك سؤال أو تعليق كتبه في كومنتير، وإلا عندك تجربة سابقة أو حقيقية مع استيراد أو تصدير سيارات كلاسيكية شاركها معنا، قصتك تقدر تنجي غيرك. بارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم.